أعزائي المشاهدين في كل مكان، أعزائي المتابعين ليا الآن، معكم قناة أخبار أهرام يوتيوب. اوعوا تنسونا باللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس، وتعالوا بينا نشوف قصتنا وحكايتنا. إنا لله وإنا إليه راجعون. توفى الحاج جابر امبارح. بصوا يا جماعة أقول لكم على حاجة. أنا طبعا قبل ما ابتدي واتكلم عايزين كلنا ندعي للحاج جابر بالرحمة والمغفرة. في إنسان ممكن ربنا يكون بيحبه، وعشان بيحبه بيخليه يعمل كل حاجة حلوة قبل ما يتوفى. بيخليه يعمل كل حاجة حلوة قبل ما يتوفى. الدنيا زي ما احنا شايفين وزي ما هو قال، كلنا في غفلة، كلنا ناسين ان ما بين الثانية والتانية ممكن يحصل لنا حاجة، ممكن نودع الدنيا وهنبقى ذكرى. يا ترى بقى هنبقى ذكرى حلوة ولا ذكرى سيئة بالنسبة للناس؟ يعني ممكن فجأة كده قنواتنا ديت يبقى بيعدي عليها المتابع وبيبص عليها، في اللي يقول الله يرحمها وفي اللي هيقول الله يكحمها. في اللي هيقول الله يرحمها وفي اللي هيقول الله يكحمها. انت بإيدك تحدد انت هتكون انهي فيهم. ممكن يبقى في حد مختلف معاك لمجرد اختلاف الرأي ويكره لك يعني اي حاجة حلوة في حياتك، او يبقى بيتمنى لك كل شر في حياتك لمجرد ان انت مختلف معاه في صفاته، في آرائه، في تفكيره. انت حاجة وهو حاجة، فهو شايف ان انت فكرك مختلف عنه، فتمام ابقى بهاجمك او اكون بتمنى لك كل شر. لا، حاولوا بقى، حاولوا. انا اختلفت مع ناس كتير على المنصة، ولكن ما حطيتش في قلبي السواد اللي اوصل بيه اني خلاص اتمنى له الشر واتمنى له الموت واتمنى له انه يكون مش موجود في الدنيا واتمنى له. ليه احنا مش قرايب، حتى احنا مش جيران، احنا ما نعرفش بعض. احنا حتى ما نعرفش بعض. في مننا محدش عارف شكل التاني ايه، وفي مننا اللي بيطلع بوشه وعارفين شكله ايه. حاولوا تاخدوا كلامي دوت، وانا كمان لازم اتعظ. يعني مش بتكلم ان انا مثلا هكون احسن حد في الدنيا، لا، ولا انا مثالية، ولا انا يعني افضل انسانة في العالم. لا، انا يا دوبك ماشية جنب الحيط، يا دوبك ماشية جنب الحيط. بحاول على قد ما اقدر ما اعملش غلطات كتير على قد ما بقدر، ولكن انا انسان ليا مواقف ممكن اغلط فيها، وما احبش ان حد يكون بيكرهني، وما احبش ان حد يوصل بمشاعره انه فعلا يكرهني، لان مشاعر الكره دي بشعه. تعرفوا انا قبل ما ادخل اليوتيوب عمري ما اتكرهت. يعني لما بلاقي مثلا حد يقول ان هو بيكرهني، انا عمري ما اتكرهت، عمري ما حصلتليش، بالعكس. عارفين اللي هو ايه؟ دايما يقولوا لي حتى من حب ربه حبب فيه عبده. فمن وانا صغيره تقريبا كده كل الناس بتحبني. مفيش حاجه اسمها ان انا اوصل لعداوتي مع حد انه يوصل معايا للمشاعر دي، او انا اوصل معاه للمشاعر دي. اليوتيوب للاسف سحله وسحب، سحل وسحب، والله بيسحلونا ويسحبونا. انت وشطارتك، انت اللي في ايدك تاخد القرار انك كل تصرفاتك تبقى صح او كل تصرفاتك تبقى غلط. دايما بنصح الناس اقفلوا على نفسكم، اقفلوا على نفسكم، لان الدنيا غدارة، والصحوبية في اليوتيوب صحوبية مصالح. يعني لو حسيت ان انت بقيت احسن مني بتحصل غيرة على فكرة، وتلاقي اللي قدامك بعد ما كان بيحبك ممكن يتحول، ممكن فجأة يكرهك لمجرد ان انت يعني ممكن تكون قناتك مثلا وصلت شوية. انا مش بتكلم عني، انا بتكلم في العموم. يعني ياما اصحاب انا شفتهم على اليوتيوب علشان مثلا القناة ده عليت شوية عن ده، فحصل ما بينهم غيرة فكرهوا بعض. الاخوات لما غاروا من بعض كرهوا بعض. يمكن انا ما عنديش المشاعر دي. يعني ايه اكره اللي قدامي عشان اللي قدامي مثلا لو احنا اصحاب حتى وقنواتنا طالعه مع بعض، فيعني ايه اكرهه علشان انا او هو يعني بقى احسن مني؟ طب ما اتمنلوش ليه ان هو يكون احسن مني؟ ايه المشكله لما يكون احسن مني؟ ربنا رزقه
ربنا كتب له كده، هو ايه المشكلة؟ حب لأخيك ما تحبه لنفسك. المنصة فيها طمع، فيها ناس ممكن ما تحسبش بقى اللي هو ألم وخلاص، ألم فلوس أيا كان ازاي أو أيا كانت الطريقة، بس هلم وخلاص، هاخد سبوبتي وخلاص. طب ده منطق؟ أكيد لأ. خد سبوبتك، خد مصلحتك، بس بما يرضي الله، بما يرضي الله. ده اللي أنا أفهمه، ما أفهمش غير كده. الدنيا فانية، في ثانية كل حاجة بتضيع، في ثانية انت مش هيكون ليك قيمة، وساعتها هتلاقي فلان وعلان اللي انت ممكن في يوم من ذات الأيام تكون مثلا ظلمته، فتلاقيه بيبص على قناتك ويقول أحسن إنه مشي، أحسن إنه غار، وتلاقيه بيبعت لك سيئات وانت في تربتك، بيدعي عليك. مش كده ولا ايه؟ صفوا قلوبكم يا جماعة، وبلاش توصلوا العداوة لشيء يعني ربنا ما بيحبش كده، وربنا ما قالناش كده، ورسولنا عليه الصلاة والسلام ما قالناش ان احنا نكون مع بعض كده. يا ريت. انا ساعات ممكن اكون بغلط، بأسى شوية، او نقدي بيكون جارح شوية، او جارح كتير، يعني عشان ابقى صريحة يعني جارح كتير، ولكن والله العظيم ما بين وقت والتاني انا بصلح من نفسي. يعني انا ممكن كمان 10 دقايق تلاقوني في حتة تانية خالص، انا مجنونة يا جماعة. دلوقتي هيقولوا عليا ان انا بعترف اني مجنونة. ثنائي القطب زي ام ريبال ما كانت مطلعة عليا. لا، انا انسانة عادية جدا على فكرة، ومشاعري عادية خالص. يعني ممكن تلاقوني فيديو هادية خالص واتكلم برزيان واتكلم بعقل، وفي فيديو تاني ابقى متعصبة شوية، وفي فيديو بضحك طول الوقت. انسان اقدر ادي ده وده وده، مش تمثيل والله، بس هي الفكرة على حسب الموقف هو اللي بيخلينا نروح هنا او هنا. عايزين نقول تاني إن لله وإن إليه راجعون، والبقاء لله. في الحاج جابر راجل محترم، اللي أنا عن نفسي بعزه وبحترمه جدا جدا جدا. الراجل ده ولا عمره تلفظ، ولا عمره، أهو بصوا بقى الحسنات، ولا عمره تلفظ، ولا عمره قال كلمة تسيء لحد، ولا عمره طلع غير كل كلمة كانت بتطلع من بقه كلها حب وخير وسلام. شفتوا بقى الطيبة والكلام الحلو الطيب هو اللي يوصل اي حد النهارده ان يقول الكلمتين دول في حقه. الراجل ده هيكفيني عمل شيء قبل ما يتوفى هيفضل في ميزان حسناته، ان برغم ان كان في بعد ما بين ابو زياد وولاده، هو كسر كل القواعد، والله اعلم مين اللي كان السبب في البعد دوت، ولكن اوصى بازاله الخلافات، اوصى ان الاب يشوف ولاده وقت ما يشاء، اوصى. واخيرا ابو زياد شاف ولاده. انا كنت فرحانه جدا بالفيديو اللي انا شفته ليه هو وولاده، هم جوه بيته، خرجوا بره واتفسحوا وقعدوا زي تقريبا كورنيش اسكندريه، وشربوا حمص الشام، كانوا مبسوطين، الضحك كانت طالعه من القلب. اب بيقابل عياله بعد فراق 5 سنين، مشاعر بتتكون من جديد، مشاعر ممكن يكون حصل لها جفاء خلال الفترات اللي فاتت والسنين اللي فاتت، ولكن ربنا أراد. شكرا يا حاج جابر، بنودعك وبنقول لك انت في مكان احسن، وشكرا على كل حاجة حلوة انت عملتها في اخر ايامك، وشكرا لانك كنت راجل محترم طول فترة مشاهدتنا ليك. شكرا على اننا على قد كده يا جماعة ما شفناش من محتوى ولاد الحاج جابر غير كل خير، رغم الخلافات اللي ما بينهم، ولكن ما طلعوش على الشاشات وشتموا او سبوا اعراض مهما كانت عندهم اخطاء، ولكن ما وصلوش للمراحل ديت. ربنا يرحمك يا حاج جابر ويغفر لك ويسامحك، وانت في مكان احسن اكيد من المكان اللي احنا فيه. بقاء لله. تعالوا بينا نشوف قصتنا وحكايتنا. بصوا يا جماعة الخير، يعني انا بتمنى ان انا يعني اعرف انتقل من مرحلة لمرحلة طبعا، لان احنا المفروض هندخل دلوقتي المرحلة يعني
لحد ما يعني ممكن ما بين ان احنا نضحك وما بين ان احنا ما نضحكش. بس بصراحه انا مش هوعدكم يعني، لان انا هقول لكم على حاجه. سبحان الله سبحان الله، احنا ممكن تكون يعني اكيد كلنا يعني مرينا بحالات وفاه في حياتنا، فربنا ساعات بيبعت لنا ابتسامه وسط الكرب اللي بنكون بنمر بيه. يعني مين فينا ما يكونش مثلا قاعد في عزا ويلاقي نفسه مثلا باصص لحد مثلا معرفه او كلمه تتقال ولا افيه يتقال غصب عن المصريين كده والله، فتلاقي نفسك بتضحك. احنا كده المصريين والله العظيم ما لهمش كتالوج، فغصب عننا كده هوت بنضحك والله بجد. فالضحكه اللي بتطلع من القلب ديت حلوه بصراحه، بصراحه حلوه. طيب تحبوا بقى نبتدي بمين؟ يلا بسرعه، يلا نبتدي بالمنتديات اللي نزلتها رباب الكتير كتير كتير ورا بعض، ولا بالشورتس اللي كل شويه تنزله لنا أميمة؟ احنا قلنا بقى الحرب دلوقتي ايه، رجعت تاني بارده للاسف، بعد ما كانت سخنه رجعت تاني بارده. طيب هي امبارح رباب لمحت طبعا من خلال اللايف هي ووالدتها ان الكلام دوت بيتم الاتفاق عليه في الجروبات، وان ام حور يوم لما طلعت باوردر. ورباب اكدت ان الكلام كان باين، وان حوار ام حور مع الكومنت اللي دخلت أميمة وكتبته لها تحت الفيديو، مع تشيير الفيديو، مع بعد كده أميمة بتقول كلام قريب جدا 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 من الكلام اللي قالته ام حور. فيعني هقول انا بقى هنا، اقول انا بقى انا اديت امبارح الحق لأميمة في الكلام اللي هي نزلته، كلامها صح، وقلت ان رباب غلطانه وان رباب ممكن تكون بتتلكك، لكن رباب قعدت تنزل شويه حاجات عشان تثبت العكس. بصي يا رباب، مع تنزيل الحاجات الكتيره اللي انت بتحاولي تبرري ان انت صح انت صح انت صح، وان مثلا اللي قدامك ايه، لا انت غبي انت غبي انت مش فاهم، انا هو يا اغبياء انا هو مش عارفه ايه، انت كانك بتثبتي بردك الحاجه من تاني مردودها عليكي. فالافضل انك كنت تكتفي باول حاجه نزلتيها وخلاص، ما تبرريش. مش انت واثقه في نفسك، الموضوع انتهى بقى. تبرير الاوفر الكتير دوت مش صح، مش في صالحك من الاخر. طيب نيجي بقى ايه للناس التانيين. هل ام حور خدت اوردر علشان تطلع بالفيديو الفظيع المريع اللي فيه زعيق على رباب؟ بصراحه ليه بقى؟ اول حاجه منتدى رباب كان مبهم، يعني مش شرط يكون اهل الشر هو انتم، ولو هو انتم هتكوني انتي، يعني خلينا بس نركز، لو هو انتم هتكوني انتي، يعني انا مثلا ايه بقصد أميمة، ايه علاقة ام حور؟ تمام يا جماعه، ما هو انا لازم اكون بقصد حد ممكن يعرف يعمل الحركه دي، يقدم بلاغات، هو اصلا شراني فمعروف ابن الاشرار، او واخدين لي بالكم كده. طيب هل مقصود ام حور؟ لا مش مقصود ام حور، صح ولا لا؟ طيب لما جت هناء ساعه الواوا جت قالت ايه؟ قالت الشراشيح، وهم ساعات بيقولوا كلمه الشراشيح، هل انا حاطه نفسي من ضمن الشراشيح؟ لا طبعا. لما قالت ايه هم اللي جم واعتدوا عليا الملحدين، هل انا حاطه نفسي من الملحدين؟ لا. فلما اطلع اقعد اتريق واضحك، لما اطلع اقعد اتريق واضحك ليه؟ عشان انا واثقه ومتاكده ان الكلام مش متوجه لي، وان الست بتخرف، معلش يا جماعه، او يعني ايا كان لما بيقعدوا يقولوا ملحدين ومش عارف، انا بقعد اضحك عليهم والله العظيم، كلام مجانين بيني وبينكم. فتمام، فتيجي ام حور مثلا كلام رباب اللي هو اهل الشر دوت يضايقها، وفي نفس الوقت شايفه ان كلام رباب فيك فيضايقها برضك، ولما نيجي نطلع نقول ايه، لا اصل انت كده بتستغفلي مين؟ المتابع. طيب انا هقول لكم يعني اللي انا شايفاه. بصوا بقى، دلوقتي ام حور لسه ملهاش علاقه بالسوشيال ميديا، بمعنى ان الرسائل ديت يا جماعه نادرا لما بتيجي، هي مش بتجيلنا على طول، دي حاجه بتبقى نادره قوي قوي قوي، واحنا مش قاعدين 24 ساعه على الجيميل،
بس عشان بس ايه كلامنا يبقى واضح. احنا ممكن كلنا على بعضينا، واللي يقول غير كده على فكره كذاب، كلنا على بعضينا بنشوف الجيميل مره كل شهر، مره كل شهرين، ده اذا اصلا دخلناه. ده اذا اصلا دخلناه. احنا كبرنا نحب نتفرج على الاستديو، لان الاستديو بيبقى فيه كل حاجه، كومنتات المتابع، بتشوف ارباحك، بتشوف وصلت لفين، الفيديو بتاعك مثلا الاحصائيات بتاعته ايه. ده بالنسبه للاستديو. ممكن تدخل على الادسنس وتشوف بردك انت وصلت لايه، عايز تشوف ارباحك خلال الشهور اللي فاتت، عايز تشوف مثلا اي مثلا حاجه تخص البنك، هتغير مدفوعات، ايا كان. انت علاقتك في اليوتيوب ده بالنسبه لاي صاحب قناه اكتر حاجتين ممكن يدخلهم هو الاستديو، ونادرا كمان الادسنس، ونادرا كمان الادسنس. فانا ما اجيش النهارده اروح قايله اصل الرساله ديت بتيجي كتير او ان هي بتجيلنا كلنا، في حين ان ام حور حد جديد على الساحه. حد جديد على الساحه. ليه بقى؟ بصوا يا جماعه، احنا لما بتجيلنا الرساله اللي هي مثلا علامه الدولار الصفراء، ويبقى مثلا المحتوى دوت اصبح محدود في الارباح، نسبه الارباح بقت محدوده، احنا بنعمل ايه؟ بنغير العنوان من جديد فيروح راجع تاني خلاص الفيديو كما كان، او ان احنا نعمل مثلا عمليه تحقق، فده بيقعد يوم كامل على بال ما يرجع لنا الفيديو كما كان. ماشي؟ دي حاجه كلنا عارفينها، وبنعملها من خلال ايه؟ من خلال الاستديو، مش من خلال الجيميل. تمام. طيب رباب ما قالتش ان انا جالي انذار، هي كل تلميحاتها ان في حد ممكن يكون بيعمل ابلاغات على الفيديوهات بتاعتها. طيب ومين كان متخصص في عمل الابلاغات قبل كده؟ كانت الاستاذه امين، كانت بتقعد تقول للناس تعالوا، وتقعد توريهم طريقه عمل الابلاغات. فيعني دماغها ممكن تكون راحت ان انتوا عملتوا ابلاغات على الفيديوهات بتاعتها. بردك هنقول من تاني ومن اولاني، هي ما ذكرتش مين الشخصيات دي، وممكن تكون رباب بتتلكك لكم نظرا لان انتوا بصراحه عملتوا عليها مؤامره، نقول كلمه الحق بردك، فبتحاول تضايقكم زي ما انتوا ما بتضايقوها. مش كده ولا ايه؟ يعني انتوا مثلا تنزلوا شورتس فيها حاجه حلوه وتحاولوا تعرفوا الناس ان من خلال الشورتس دوت ان خلاص دول الفريق المتكامل اللي بيحب هناء فقط، بس انتوا كنتوا قاصدين كده. انا بستثني سماح، سماح دي حاله خاصه، وسماح دي حبيبتي، ماشي؟ عشان بس نبقى عارفين. طيب في بعض الناس ايه لما انا هزرت وقلت ايه وفين ياسمين؟ انتوا شلتوا ياسمين. يا جماعه انا بهزر، يا جماعه لو سمحتوا حاولوا تفرقوا ما بين الجد والهزار. ساعة لما جيت اتكلم عن الشورتس دوت انا كنت بهزر، كل كلامي تهريج، شالوا الدو وحطوا شاهين، فكنت بهزر. اهدوا اهدوا بس على نفسكم. طيب استنوا قبل ما نكمل القصه بتاعت ام حور، في حته كده تخص هناء. في متابعه جميله 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 جت قالت لي يا خوخه ادخلي على شورتس كده او اكتبي عنوان. عارفين عنوان الفيديو اللي انا نزلته او عنوان الشورتس اللي انا نزلته بتاع الراقصه دينا؟ تمام؟ هي اللي قالت لي على العنوان بالظبط. انا رحت كاتبه في البحث العنوان فطلع لي فعلا الشورتس دوت. قالت لي ادخلي وشوفي هناء كاتبه ايه. دخلت وعملت لكم ايه المقطع اللي انا نزلته لكم دوت الصبح. تمام؟ طيب المقطع دوت ممكن اي حد او الكومنت بتاع هناء دوت اي حد يشوفه يقول ده كومنت عادي. هو عادي، هو كل حرف فيه بيقول ان كومنت عادي، واحده بتتكلم كلام عادي جدا مفيهوش مشكله خالص. المقصود في الكومنت دوت هي بتتعلم او بتعلم ولا بتتعلم مش فاهمه حاجه، على اساس فتحت مدرسه عشان تعلم الناس الرقص. يعني هي مثلا بتستفسر، هناء بتستفسر، كومنت عادي، لكن المغزى فيما معناه ايه؟ بصوا يا جماعه، دلوقتي ايه اللي متصدر لنا خلال الفترات اللي فاتت؟ ان هناء ابتدت تكون داعيه اسلاميه، او يعني هم عايزين يقولوا لنا ان هي ابتدت تكون متدينه. فاول ما طلعت عملت لنا في قناه حتشبسوت اللي هو هنقرا كل يوم مثلا سوره او ايات معينه من سوره كذا. حلو الكلام. بعد كده لا، الناس قالوا لي ان انا صوتي اعلى من صوت الشيخ فمش هينفع يا جماعه، وانا اقتنعت بكلام الناس عشان تتهرب من هذا. بعد كده ابتدت بقى تفتح لايفات وشويه تدخلنا مثلا في حاجات دينيه،
وفي نفس ذات الوقت تقول لكم انا عمري ما شتمت، انا عمري ما تلفظت، انا عمري ما قلت. يمكن انا عمري ما سبيت حد، انا عمري ما جيت على حد، انا عمري ما فضحت حد. يمكن انا تمام. نيجي برضك تاني نلبس ايه؟ ثوب الفضيلة، او في نفس الوقت بنلاقي ان هي بتتكلم عن ان انا عندي كرب، وان انا عندي مرض، وان ربنا يشفيني، والكل طبعا مصدر لها نفس القصة من حواليها. ادعوا لها يا جماعة، ادعوا لها يا جماعة. وفي نفس الوقت وهم طالبين الدعوة بينزلوا شورتس حب، روح للناس يا حب بقى، باصوات بقى عمرو دياب ومش عارفه مطربين مختلفين، سواء الاستاذه اميمه او سواء الاستاذه برستيجه او سواء مش عارفه مين تاني، الاستاذه بيل تقريبا. فيعني حاجه كده تخنق يعني، وبصراحه تقطع الشراب. ماشي، فاحنا قاعدين متفرجين مش فاهمين الناس ديت عايزين مننا ايه بصراحه. فسيبكم من كل دوت. المغزى ان هل الاستاذه لو هي عندها مرض خطير زي هم ما صدروا لنا ومستنيين نتيجة عينة، اللي بيبقى عنده يا جماعة انتظار لحاجة زي كده، هل هو فاضي ان يدخل بقى يدور على الراقصين والراقصات، وانه يدخل خلاص انتي ماشي؟ اولا هو باين جدا يعني الشورتس دوت فيه ايه بالظبط، هو باين، مش محتاج ان احنا نكتب كومنت. طيب هي ليه بتكتب كومنت؟ وليه بالاخص عند دينا؟ هل في حد هيجاوبها؟ هل دينا فاضيه هتسيب الرقصه يعني وهتدخل تقول لها استني يا استاذه هناء، استني ماما هناء بس هز الهزه دي وارجع والله هقول لك الاجابه؟ ولا مثلا الراجل اللي بيعلمها يقول لا استاذه هناء، طنطي هناء استني بس اصل انا مش فاضي بعلم دينا حركه جديده يعني في الرقص وكده، هو انت عارفه بقى الهز وما ادراكي ما الهز، ما انت مجربه بقى في المغرب وغيره. تمام. فتفتكري ان الناس دول هيسيبوا الرقص ويجوا عشان يردوا على سيادتك؟ اكيد لا. فانت عارفه ان مفيش حد هيرد عليك اهو يا جماعه يا متابعين، هي عارفه ومتاكده ان مفيش حد هيرد على الكومنت بتاعها. اوكي طيب هي تقصد ايه من الكومنت ده اصلا؟ إثارة الجدل، مش كده ولا ايه؟ هل في معنى آخر؟ هي طبعا تكتب الكومنت فكلنا نتحير ونقول زي ما احنا ما بنقول دلوقتي، مش سيادتك عندك كرب فاضية؟ مش سيادتك داخلة دلوقتي في دور الواعظة؟ لأن المفروض يا جماعة اللي داخل في دور الواعظ والداعية الإسلامية يبقى قاعد بيتفرج على شيوخ زي هي ما قالت ان انا في ناس ببتدي اتفرج عليهم عشان اتعلم، وتبتدي بقى تديلنا خلاصه فرجتها، خلاصه خبرتها، مش كده ولا ايه؟ لكن الاستاذه بتروح تتفرج على رقص، واخده لي بالكم؟ فما حدش يجي يقول بقى دي تابت، لان الاستاذه اميمه كانت طلعت لسه قريب وراحت قالت ايه؟ هي خلاص، او بيل تقريبا، هي لا خلاص من ناحيه الرقص الجماعي مش ترقص تاني، خلاص بقى يعني هي موضوع الرقص ولا برستيج واحده فيهم في الثلاثه دول، هي خلاص مش ترقص تاني بقى يا جماعه، خلاص بقى الموضوع انتهى بقى يا جماعه، الموضوع انتهى وهي بقى خلاص وهتبتدي صفحه جديده وبعدين صفحه جديده عند دينا الرقاصه، ده اللي واضح. فانا حبيت افسر لكم ان الكومنت اللي مكتوب عند الراقصه دينا مقصود يا ولدي، وفي ذات نفس الوقت يا ولدي محدش يجي يضحك علينا يا ولدي ويقول لنا ان الاستاذه في كرب يا ولدي، لان المفروض اللي في كرب دوت بدل ما هو سهران بقى عمال يتفرج على الراقصين والراقصات يمسك كده هو مصحف يدعي لنفسه ربنا يفك كربه، بدل ما بيطلع على الناس ويقول لهم ادعوا لي كل شويه وينزل ايات في المنتديات. يعني الايات يعني مش عارفه اقول ايه، يعني انا مش عارفه، وجزاكم الله كل خير، ونقعد نشحت اللايك ونشحت الاشتراك، وفي ذات نفس الوقت الكلام ملخبط يا جماعه. الموضوع بصوا يعني الست دي تركيبتها غريبه، انتوا فاهمين احنا بنتكلم في ايه؟ يعني الصبح مش عارفه ايه، والظهر مش عارفه ايه، وبالليل مش عارفه إيه. يعني مش عايزه اتكلم، موضوع تركيبته غريبه وعجيبه. بس حبيت بس اقول لكم، لان طبعا في حته مهمه جدا، هي ام حور اصلا ايه اللي مضايقها من الشورتس دوت؟ يعني هي مثلا رافضاه، بتقول لا مش هناء، انا نزلت لك الرابط يا ام حور، خشي ادخلي يا حبيبه قلبي ودوسي كده على الكومنت بتاع الاستاذه وهينقلك على صفحتها، وتخشي هتلاقوا نفسكم بقى جوه الصفحه وتلاقي كومنتاتك وتلاقي كل حاجاتك، فتمام ما تجيش تكدبينا. ليه بقى؟ لان انا واحده من الناس يا ام حور، خديها مني ثقه، مش هنزل اي حاجه الا اذا كنت متاكده منها بنفسي. امال لو ما كنتش عملت تسجيل شاشه كنت عملت ايه؟ ده انا عماله موضحه
كومنت اهو، دوست عليه اهو، دخلت على صفحه الاستاذه اهو، المليون مشتركه اهو. ايه يا استاذه؟ هفبرك ليه؟ هستفاد ايه؟ اخلي شكلي وحش ان انا اطلع في الاخر كدابه، والاقي واحده زي حضرتك ولا غيرك ولا غيرك طالعين عليا يقول يا كدابه يا خوخه يا كدابه يا خوخه، وانتوا اطفال في الحاجات دي. لا طبعا، انا ما انزلش من مستوايا وقدري في شيء يكون فيه كذب طبعا، مستحيل يا استاذه. لما اجيب حاجه ابقى واثقه منها. وشكرا للمتابعه طبعا اللي مدتني بهذا الموضوع، بس لان انا اكيد انا مش هوصل انا يعني للحاجه دي بنفسي، لا والله بسم الله ما شاء الله احنا عندنا متابعين الله اكبر عينيهم ثاقبه، بيعرفوا يجيبوا قرار الحاجه. الله اكبر، انت هنا مراقبه 24 ساعه بصراحه. بس يا جماعه نرجع تاني لام حور والقصه ايه بتاعتهم بالدليل القاطع. خلاص يا جماعه مفيش كلام. ام حور انا اسفه لحضرتك، انت واخده فعلا اوردر انك كنت تطلعي على رباب بالفيديو دوت. حتى نفس اللهجه اللي انت كنت بتتكلمي بيها في الفيديو دوت دي لهجه حد انت لسه قافله معاه السكه، اللي هي مين بقى؟ الاستاذه اميمه. العصبيه الزايده، الاسلوب الزايد اللي هو مثلا ايه، نخش هجوم بقى، يلا يلا يا حاره ضلمه، فرحتي داخله هجوم على ايه؟ على رباب على طول. نفس الاسلوب بالملي، يعني هي مش قادره تواجه، راحت طلعتك انت لمجرد انك برافان بالنسبه لها. انت حاجه كده الواجهه الاولى او الشراره الاولى اللي تنطلق عشان هي تعرف بعديكي تكتب المنتدى بتاعها. ولما نيجي نبص على منتدى الاستاذه في بعض من كلمات الاستاذه، يعني احنا لو حطينا اللايف لا سوري الفيديو بتاع ام حور وقارناه بالمنتدى بتاع الاستاذه اميمه، هنلاقي ان في بعض الكلمات الكتير اللي هي اللي قالتها ام حور. اذا اميمه ادت الاوردر فطلعت علينا بيه ام حور، باينه وبسيطه وسهله. بمناسبه انها باينه وبسيطه وسهله، لقيت ام فوفو طالعه النهارده عليا خير يا ام فوفو. في ايه يا ام فوفو؟ ام فوفو يا جماعه هي ام فياض، عشان ايه ما نقلقش كده من بعضينا ونقول على نور كده هي مين. خير بتقول ان شلبيه المهلبيه، وطبعا قعدت بقى ادت لها بقى من منقي، هي خوخه. طب احلفي، انا عايزاكي بقى تحلفي. يعني احنا بنعديها للمتابع وبنقول عقله على قده وسايبين المتابعين يخرفوا، وعادي جدا مفيش مشكله، وبقول ايه خلي البت شلبيه مفيش مشكله. الموضوع دوت لما بيصير الجدل كتير بيبقى ليها هي حلو بصراحه، مش هكدب عليكم، وليا انا كمان هنضحك على بعضينا. فانا سايبه الموضوع فيه اثاره من اجل ان هو تمام عادي جدا. يفضلوا يقولوا ان خوخه شلبيه وشلبيه خوخه، هي خوخه دي للدرجه دي شاطره قوي لدرجه انها تفتح 3-4 قنوات وتطلع لكم من كل قناه يعني بصوت مختلف وشخصيه مختلفه. انا بعرف اعمل شخصيات بس مش لدرجه شخصيه شلبيه، لان شخصيه شلبيه مختلفه تماما. انا لما جيت عملت شخصيه خوخه وام المشاكل، شخصيتين، او شخصيه الاستاذ رضا بصوت مثلا راجل، يا جماعه في يعني هنقول ايه، في فلاتر بستخدمها لكن الاسلوب هو اسلوبي. فاللي هيركز حتى لما بعمل شخصيه راجل الاسلوب هو اسلوبي، هو طريقتي مجرد بس ان انا بغير الصوت. لكن شلبيه ليها طريقه وانا ليا طريقه. في ايه؟ طب احنا الاثنين جات لنا عمره بقى هديه، ايه رايكم بقى؟ يعني الداعم غبي وانتوا اللي اذكياء. الدعم المفروض الله ما بيقولوا ان دي الكرتونه وبيقولوا ان دي مش عارفه ايه، والاثنين واحد، هيدينا احنا الاثنين عمريتين في نفس الوقت. ازاي تونت قولي لي بس عشان ما فهمتش الحته دي والله. امركم غريب. بعدين حضرتك يعني انت بتشتميها يعني عشان تقصدي انك تشتميني فانا اتنحرر، فانا المفروض ان انا اطلع عليك انت كمان عشان انت بتقولي ان شلبيه هي خوخه؟ لا طبعا مش هطلع عليكي، عشان الصراحه شلبيه اللي اتشتمتني مش انا. شلبيه ترد. انا مالي لو حضرتك وجهتي لي انا كلام انا اعرف ارد، وانت عارفه ان انا اعرف ارد وكويس قوي كمان. لكن انا الصراحه لا ماليش دعوه، انا اصلا ما اعرفش الحوار. لو واحده كتبت لي كومنت كده قالت لي الحقي ام فوفو بتقول عليك ان انت شلبيه وعماله تشتم فيكي. تشتم فيا؟ رحت انا ما كنتش شفت فيديو شلبيه اصلا. لما بصيت على فيديو شلبيه لقيتها بقى مش عارفه بتتكلم عن ايه، المقطع بتاع الخضروات. انا ما بحبش اجيب الاسم، يعني يمكن شلبيه قالته صراحه، انا ما بحبش اجيب الاسم. فيعني طب ما انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، ما صراحه ربنا
انت حضرتك خرفتي مع الاستاذه لما طلعتوا مع بعض في النيله، كان الستريم ده ولا كان لا في الكومنتات، هي خرفت وانت رحتي مخرفه معايا. عايزه تفهميني ان حضرتك كان عندك نيه صافيه جدا، وهي بقى اللي يعني تمام ستي قذره جدا وما همهاش وكانت باجحه جدا، فتمام. فانت طبعا اتجرأتي جدا فزودتي وعليتي معاها الليفل جدا، ونسيتوا انتوا الاثنين انتوا بتتكلموا عن ستات غزه جدا، وجاي النهارده تفوقي معلش لبلدك. نو سترو. لا يا فندم، اتأخرتي. انت بتدافعي عن نفسك او بتقولي انك مش محسوبه على حد وانت ملك نفسك وبس ومحدش يتحكم فيكي ومش عارفه من امتى ما دخلتيش ومن امتى ما بتتواصليش معاها. انا ما يهمنيش كل الكلام ده، انا اللي يهمني كانت حاجه واحده بس، ان يوم لما حد يغلط في بلد سعادتك حضرتك تردي، لان انا لما اتغلط في بلدي انا رديت. وعايزه اقول لحضرتك على حاجه، كل المصريين اتنحرروا على غزه ما عدا الناس اللي عايشين في غزه. انت خفتي منها، خفتي انك تقولي لها ما كانش صح، وبعدين هتقولي لها ازاي اذا كان انت جريتيها بالعقل كده؟ ازاي يا فندم؟ مش كده ولا ايه؟ يلا 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 يلا. اما بقى بالنسبه للقايمه واتطردتوا ومش اتطردتوا، والله الحاجات دي ما تفرقش معانا، تطردوا ما تطردوش، كلكم كنتوا حبايب وكلكم كنتوا شايفين الظلم اللي قبل كده حل علينا، ورغم كده كلكم سكتوا عشان تمشوا سبوبتكم. وطالما الملكه عايزه كده وعلى هواها فانتم ساعتها ما فرقش معاكم، اهم حاجه قنواتكم كانت شغاله، لكن فرق معاكم الظلم اللي اي قناه تانيه اتعرضت له؟ لا. فانتوا بقى علشان يعني نكون واضحين ما فيهاش حاجه ان انتوا كمان تجربوا الاساتذه اللي احنا حاولنا نحذركم منهم لكن انتوا ما سمعتوش، اديكم شفتوهم بعينيكم. وانا قلت الدور هيجي على رباب بعدينا مباشرة. سبحان الله، اهي سنة بالكمال والتمام وجات رباب. تمام. طيب انا مش عايزة يعني اهري كتير في القصة بتاعت خروج ناس ودخول ناس، لان الايام الجاية هتوضح اكتر مين مع مين ومين ضد مين، ومين ممكن ينط من المركب ومين ممكن يسيب مين ومين ممكن يبقى جدع مع مين. كل دوت الايام كفيلة تبين. انا عن نفسي السيناريوهات واضحة كتير قدامي، وعرفت المتابع كل حاجة، والمتابع بسم الله ما شاء الله فاهم كمان وعارف وواعي وكان قاري المشهد. يعني اللي كان مخموم في الليله ديت المتابعين اللي معاكم سيادتكم وانتوا نفسكم، لكن احنا عيننا كانت مفتحه وكنا قاريين كل حاجه. وبعدين هو السؤال بقى في الليله دي كلها، هو هنوع ليه لما رباب بتطلع مثلا في فتره ويبتدوا يشدوا مع بعض تروح هي متكنيه كده وبتختفي؟ يا ترى يا استاذه هناء ايه السبب لاختفاء حضرتك اول ما بتحسي ان في هجمه هتيجي من رباب ومين والناس اللي معاكي؟ يا ترى ايه السبب؟ يا ترى بقى علشان انتوا عايزين تدوا الرباب الزنبة المعتبرة وتطلعوا تقولوا لما هناء سبقت رباب وشافت الاستيكرات وهي نازله عليها وهي في عرض دولار واحد، ولما شافت رباب بتضحك في عز ازمتها المرضيه والتحليل اللي مش هيطلع خالص دوت، وما قدرتش صديقتها. فين الصداقه؟ هلا لما بتشوف الحاجات دي يا جماعه هلا بتجيلها أزمة نفسية، بترجع تاني بعد ما كانت خلاص أخيرا رجعت لقناتها، أخيرا رجعت لحضن متابعينها، فبترجع تاني تعيش في وحدتها. لا بصوا مش قادرة، ولا المشهد ده فظيع وهيتقال. متحضر له يا جماعه والسكريبت جاهز وكل حاجه جاهزه وما شاء الله اداء الاستاذه هداء ما تعملش اي حاجه، تقعد بس في المطبخ عماله تاكل هناك واحنا قاعدين بقى ايه نقول يا ترى ويا هل ترى، والسيناريو بقى يكمل ايه ما بين الاحبه الجمال برستيج والبت اميمه وام حور بتاخد في الاخر الاوردر ويلا ام حور اطلعي. ام حور تكذبيش الا الكذب اطلعي كده تبرقي في الشاشه انا ما بكذبش، انا ما باخدش اوردرات، لو سمحتي وتبقي طبعا هتموتي وترجعي تقولي يا كرتون هتموتي يا سوسو هتموتي. تمام. طيب في ملاحظه كده اهوت، امبارح انا عرفت من خلال منتدى زوزو ان في مشكله ما بينها وما بين مصريه، هي بتنكر ان هي دخلت
فدخلت كده استقسيت وكده اهوت، لقيت مصريه بتقول والله العظيم دخلتي وعندي الدليل، والدليل هو المفتاح اللي دخلت بيه. طيب بصوا يا جماعه، زوزو طبعا نزلت منتدى طويل ومصريه قعدت تقول بقى خفتي يا جبانه وخفتي منهم يعرفوا ان انت دخلتي كده يعني. المهم لو زوزو كانت دخلت عند مصريه، زوزو كانت دخلت عند مصريه لتاني مره، فانا بس عشان افهمكم كل حاجه. اول مره زوزو ادت مصريه ادت لزوزو مفتاح، فمصريه من القنوات اللي انا فاهماها يعني قليل لما تشيل المفاتيح من الناس، خلاص كل واحد على طول داخل بمفتاحه، هي مثبته ناس معينين بمفتاحهم، فهي سابت بردك مفتاح زوزو معاها. فزوزو طبيعي جدا لما تيجي داخله بنفس الاكونت بتاعها معاها مفتاحها خلاص بقت زرقاء مره واحده. طيب امتى يكون اكونت فيك؟ لو كانت داخله بدون حسابها، لكن مفتاح ده دليل قوي جدا على ان زوزو دخلت. انا الصراحه مش عارفه زوزو كتبت ايه والله العظيم، يعني ما اعرفش. اللي انا فهمته من كلمات زوزو ان تليفونها كان مع اولادها، واعتقد ان هي مثلا اخر حاجه في السيرش مثلا اكيد كانت قناه مصريه، ففهمت ان ممكن ولادها يكونوا دخلوا وكتبوا، بص يا زوزو، انا مش هقدر ولا اقول لك انت صادقه ولا اقول لك ان انت كدابه، بس اقول لك معلش انا اسفه والله العظيم ما اقتنعتش، بس انا اسفه جدا، انا بحبك جدا، لكن والله العظيم غصب عني ما اعرفش. بص يا زوزو اقول لك على حاجه، انا حصل لي موقف يعني. انا تليفوني كتير بيهنج، فانا مره كنت ماسكه الموبايل. المهم يعني بص انا عايزه اختصر لكم الموضوع. المهم تليفوني دخل بالصدفه عند سماح، كتب حروف في الوقت دوت. سماح كانت مع هناء وكانت بتدافع عنها، وانا كنت واخده منها موقف بصراحه، لان سماح يعني انا قلت وهفضل اقول كان في موقف بيني وبينها بمناسبه عدم دفاعها عن منى بصراحه، بس كده. ففي الفتره ديت يعني شايلين من بعض، مش هكدب عليكم. فالمهم تليفوني كتب حروف، فانا لقيت سماح بتقول اهلا يا خوخ. انا كنت ساعتها يعني عادي بتفرج عليها على فكره، بس انا ما اعرفش ان التليفون كتب، يعني اوريدي بتفرج. هو كان يا بص انا كنت حاطه الهاند فري اوكي، وكنت حاطه التليفون يعني وبعمل شويه حاجات في البيت وكده، فتمام. بقى تنحت ببص لقيت حروف يا نهار اسود. اضطريت ان انا اكمل الحديث كاني فعلا دخلت، وكان التليفون يعني غلطه وخلاص، ورحت قلت لها ازيك يا سماح عامله ايه. فالمهم طبعا المتابعين حصل لهم بقى يعني حاله خلاص من يعني ثوره ازاي العدوه تدخل عندك. فهي قالت يا جماعه دي داخله بيتي ومش داخله بيتي، انا يا جماعه داخله بالغلط، لان انا عارفه كويس قوي ان اللي جوه دول اشرار، فانا مستحيل ادخل وكر الاشرار. لو سماح لوحدها تمام، لكن وكر الاشرار دوت لا خالص نهائي. فانا يمكن حتى وضحت بعدها وقلت الموقف اللي حصل، والله العظيم ده فعلا اللي حصل. فيا زوزو قبل ما كنتي تتسرعي وتروحي وبسرعه تكتبي المنتدى، بما انك شفتي ان ولادك كانوا موجودين فعليا، كنتي قلتي الحقيقه وعادي جدا جوه المنتدى. انا ولادي يا جماعه على فكره هم اللي كان معاهم التليفون، وهم اللي ممكن يكونوا دخلوا وكتبوا اي حاجه، لان زوزو ما كانش عندها سبب للدخول عند مصريه، ما عندهاش سبب، مع ان ممكن تكون في التوقيت دوت كانت عايزه تعلق على حاجه ما وبعدين ترددت، فخلاص الرساله اتبعتت فاتحطت في موقف محرج. وارد الخطا، وارد. تمام يا جماعه، انا هختم بقى بزوزو بصراحه، لان انا يمكن عامله لكم الفيديو دوت على السريع المريع، لكن تستنوني بقى بكره لان المود بصراحه مش قد كده. موضوع حاله الوفاه بتاعت الحاج جابر، الصراحه احنا بشر في الاول وفي الاخر، لازم نكون متاثرين. لو احنا ما حسيناش بالناس يعني بصوا، ولا قريبنا ولا نعرفه غير من خلال شاشه، لكن والله العظيم لو قلت لكم عارفين ايام الكورونا رجاء الجداوي وسمير غانم ودلال عبد العزيز والناس دي لما ماتت انا كنت عايشه حاله من الاكتئاب والله العظيم، ودينا بنشوفهم من خلال شاشه. فالحمد لله يمكن ان انا معاكم دلوقتي، بحس ان انتم ممكن تخرجوني وانا اخرجكم من اي احزان، والله المستعان، مش كده ولا ايه؟ ربنا يجعلها اخر الاحزان، ولا انا ولا انتم نشوف اي حاجه وحشه في حد عزيز وغالي، اللهم امين يا رب العالمين. دعواتكم للحاج جابر بالرحمه والمغفره.
بقول لكم من كل قلب بتوحشوني وهتوحشوني، والسلام عليكم. وطبعا احنا عندنا حداد يا جماعه 3 ايام، انا مش هنزل طبعا النهايات اللي انا بنزلها ديت، ومعذره على الشورتس بتاع الفجر دوت اللي انا نزلته. بجد انا يمكن في لحظه كده كنت ناسيه ونزلته بقى، ومعلش حقكم عليا، فبعتذر لكم. تمام، بعتذر على الاغنيه بس اللي جوه الشورتس، فحقكم عليا عشان في برضك ايه، في احترام لراجل بجد محترم، وبقاء لله، البقاء لله، البقاء لله. والسلام عليكم وتصبحوا على خير. إن الموت يأتي بغتة ولا يغرنكم الحياة الدنيا. حب رسول الله كنز، مش هنعرف قيمة الكنز ده إلا في الآخرة لما نموت، لما يتقفل الباب ويخش صاحب القبر جوه. لأن الإنسان لما بيموت وهو خارج من البيت على باب البيت كده، المال بيقول له الصبر. اللهم أبدل أبي دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اجز أبي عن الإحسان إحسانا. إن شاء الله تبقى أيامكم كلها جميلة وربنا ما يحرمناش منكم. ما تنسوش تقروا الفاتحة للمذيع.